ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طلعت دلوقتي احط اكل للبط. البط معمروت ما شاء الله. هما مش كتير، هما 6. لان كنت خايفه من المكان وكده، لان ما عنديش مكان. بس بقوا كويسين هما الحمد لله. انا نقلتهم هنا من البلكونه علشان الفراخ. طبعا البط بتبقى مناعته اقوى من الفراخ، فلو عندهم اي حاجه هيعدوا من الفراخ. عادي غيرنا لهم الميه هش 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 عشان الجو حر. نملى لهم ميه وبنحطها لهم بقى ونسيبهم وننزل. هنا احنا هنعمل كوارع. انا نضفتها من بدري وغسلتها، وكنت نقعها في ميه وليمون وصفيت عليها، ورجعت تاني نقعتها في الميه اهي. وهنشيلها بقى من الميه ونحطها في حله تكون سخنه. انا بحب اعملها كده، ما بحبش اسقطها في الميه، يعني احب ان انا اديها صدمه كده الاول، وبعدين احط فوق منها الميه. مش عارفه اي حاجه ما بتشوحها كده تحس ان زخاريتها كده، وتحس ان الريم والحاجه اللي فيها ديت بتقل، ما بتبقاش فيها كتير. هنا بقى مع لما الكوارع تاخد صدمه احط ميه للفراخ، عشان حطيت لهم اكل ولسه ما حطيت لهمش ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحته حار وهما كانوا عطشانين. كله الفراخ النهارده ب9 جنيه، الكتكوت ب9 جنيه. نزل ما شاء الله. والله عايزاك تحب، بس المشكله اكل دول ودولا هيبقى كتير عليا قوي مع البط. ده البط الواحد عايز له قد كده في اليوم. نرجع تاني نحط بصل ونشوف هنحط ايه للكوارع. ادي البصل، وادي الفلفل الاسود، وادي سنة قرفة لان ما بقتش عندي العيدان خلصت، وادي شوية الورق اللوري. هنسيبها بقى ايه شوية صغيرين كده يعني، بس طبعا هنسيبها تتلجع يعني. نحط لها بقى المية. بنملاها عشان بقى تاخد راحتها، نملاها عشان مش كل شويه ايه نزودها والميه تبرد والميه تعمل، لان الكاتل عندي بايظ. فاحنا كده خلاص اهي، هنسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها. انا بحب الشوربه بس بتاعتها تكون بايه كده، بصل، فلفل، فلفل اسود، ورق لوري، حاجه بسيطه كده. ما بحبش انا بقى الليله اللي بتتحط الجزر والبتاع والكلام ده. عادي، لا الشوربه بتاعتنا اللي هي العاديه. وبعد ما بتطلع بنعمل لها مثلا صلصه. اللي عاوز يعمل لها صلصه بنقوم فرمل لها بصل وطماطم وحاطينها عليها وحاطينها في البوتاجاز تعمل زي المشويه كده، تتحمر فيها بصوص، وبتبقى جميل. هو على كده وبتبقى زي الفل. وهنعمل فراخ منها رز معمر، محشرة رز معمر كده في البوتاجاز، وهنظبط الدنيا ان شاء الله. ما تنسونيش يا حبايبي في الاشتراك واللايك، واعملوا لي كومنت، وعشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وما تبخلوش عليا يعني، ده لايك. انا بعدي على اي قناه بقوم حاطه لايك 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 كده، والله اعرفها ما اعرفهاش بقوم حاطه لايك. فما تبخلوش عليا بحاجه، والله انا بتعب في التصوير. هنا بقى يا حبايبي بنرقق الرز عشان نغسله وننقعه شويه قبل الرز المعمر، قبل ما نحط عليه اللبن.
هنعمل ده اهي. هنقيه واوريهولكم بيتعمل ازاي. احنا بنعمله بننقعه قبلها بنص ساعة او بساعة. تيجي بقى تحط عليه اللبن بيبان عليه والسمنة، بدل ما بيبقى في ناس بيعملوه بيبقى محصمل معاهم، في ناس بيزودوله مية بعد ما بيتعمل او لبن، بيقعدوا يزودوا بيخرموه كده ويقعدوا يزودوا له بيبقى محصل. انت ما بتنقعيه قبلها بنص ساعة بيكون واخد كفايته او ساعة. وبعدين الرز بتاعنا ده بلدي، الرز بتاعنا ده رز بلدي، احنا اللي مبيضينه هنا مش اكياس، فلاح بياخد ميه. بنغسله ونسيبه قبلها بنص ساعة. تيجي تبص تلاقي اللبن زاد عليه، باين عليه كده، وبيبقى حلو وبيبقى مستوي كله زي بعض. عمري في حياتي ما زودت تاني، ما حطيت له ميه ولا حطيت له لبن تاني، بيبقى كله زي بعض. ادي الرز يا حبايبي، ادينا غسلناه ونقعناه في ميه نضيفه، بيقعد على حسب نص ساعه، 3/4 ساعه، زي ما انتوا عايزين. مش هيقول لا، لو نوعيه الرز حلوه مش هيقول لا، فما تخافيش. ونقعيه عادي، ولو اي رز عادي برضو نقعيه وحطيه عادي، مش هيقول حاجه. بس لو حبيت رفيعه قوي يعني ايه، ما تنقعوش كتير علشان ما يعجنش مني. لكن هو الرز ده بتاعنا احنا عارفينه بلده ومضمونه وحلو، يعني احنا ما بنشتريش الاكياس، احنا بنشتري بالطن وبنعينه عندنا، وما بنعوز بنبيض شكاره بشكاره. وانا هعمله معاكم دلوقتي في فرن البوتاجاز. معانا اللبن اهوت بنغليه، علشان هو فرن البوتاجاز طبعا مش زي الفرن الغاز، مش زي الفرن البلدي. بنغليه معانا ونقوم حاطينه على الرز، والرز وبنقوم حاطينه في فرن البوتاجاز عشان يقوم معانا على طول. ونسيت اوريكم الكوارع اهو، استنى يا كوكو. الكوارع اهي بسم الله ما شاء الله، زي ما انا قلت لكم اهو، انا ما شلتش حاجه من على وشها، هي وشها نضيفه اهوت ولا اي حاجه، مش مطلع حاجه على فكره. ده دهن اهو، هو مش الوش مش مطلع حاجه، عشان احنا عملناها شويه، شوحناها شويه، ما سقطناهاش في الميه على طول. الميه ما بتحط الحاجه فيها على طول بتطلع عريم، لازم نشوح الحاجه كويس، وهي مش هتطلع حاجه باذن الله. انا جبت طاسه تانية بقى، محشره تانية اوسع، هي ديت هتكفي كل حاجه وهي مظبوطه. بس الاحسن يعني لما يكون الحاجه مظبوطه خلي فيه وسع، عشان لما تيجي تحط في الفرن ما يفرش منك ويتبهدل. خلي فيه براح كده. حطيت اهوت محشره تانية جديده، وحطيت فيها نقطه زيت من تحت، دي بتخلي الرز ما يلزقش في المحشره من تحت، وبتخليه حلو ياخد لون، وبتخليه حلو من تحت. والرزايه تلاقيها مفلفله وحلوه. بنحط شويه الملح في اللبن كده بيدوب احسن عشان ما يكلكعش مننا. حطينا له السمنه اهوت وبنقلبه. معلش بقى من التصوير، النور عامل في البتاع مخليها في الكاميرا مخليه مش باين قوي. انا كنت مروبه شويه لبن، شوفوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. عشان احط له بقى ايه، احط له شويه لبن رايب بيبقى بصوا حكايه. والله اللي ما عندوش لبن رايب يحط زبادي عادي. العيال كانوا عايزين قشطه، قلت لهم ايه اجيب لبن واروبه لكم احسن واوفر بصراحه يعني، اهو ياكلوا. يعني انت لو جيت تبصي دول بتمن كمان الزبادي، وكده كده اصلا القشطه ده هي بتمن الزبادي اللي هو بتمن الكيلو. ادي القشطه وادي اللبن، طعمه جميل. نحط بقى شويه
بيعمل وش على الرز، بيخليه حلو قوي والله. بنظبط بقى الرز، بنظبط اللبن بتاعه والحاجه، ونحطه بقى في الفرن، نكون مسخنينه بتاع البوتاجاز، سخنيه حلو، شغالين الشوايه فوق وشغاليه من فوق ومن تحت اهو. بسم الله ما شاء الله. ادي المطبخ كنسناه ونضفناه مع لما الاكل يكون يتعمل، وغسلنا المواعين اللي في الحوض هناك دولت محشره عايزه تتنقع احسن ناشفه او اللي فيها ناشف، فهنخلص واوريكم. ادي كده خلاص، والاكل على البوتاجاز، وادي معايا الغسيل نشغله، نديله كام دوره كده مع لما ايه، نديله كام دوره مع لما نخلص اللي وراه. هنا ادينا بننضف، نكنس الشقه حوالينا مع لما الاكل يتعمل. ادينا طول النهار بننضف طول النهار، وادينا كنسنا 100 مره، وكل مره بيطلع برضو تراب. ادي الركنه العيال مدهولينها، وشوفوا عاملين فيها ايه. هنا بقى يا حبايبي كنا خلصنا في المطبخ، حطينا كل حاجه على البوتاجاز كانت بتستوي، فكنست الشقه وقلت اما احط بقى شويه معطر على الارض على الشرشوبه كده، واروق ايه الحته حواليها علشان الحته تبقى نظيفه يعني. بنشتري معطر ريحته حلوه قوي، بنرشه على الشرشوبه او على الارض، وبعدين بنطوق بيه الحصر، بنطوق بيه الارضيات كده، لان الجو حر، كل ما تعطري فبتلاقي الحته حواليكي نظيفه، وبتلاقي الحته حلوه وبتجيب طراوه. ما تنسناش في اللايك بقى والاشتراك. هنا برضو كنت بعمل الحتت اللي عند حبايبي اللي باينه من البلاط زي العسل اهو، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا يا حبايبي الرز ما شاء الله، شوفوا شويه الزيت اللي احنا حطيناهم دي يخلوا قعر الرز حلو ومتحمر وما بيلزقش، خليه زي العسل. وادي الاكل اهوت معانا يا حبايبي، عملنا الكوارع استوت اهي، وعملنا صلصه كنت هحمرها بس هم قالوا لي لا احنا عايزينها كده هنقطعها على الرز وتبقى زي الفت، وعملت لهم صلصه الفت اهو. وادي الرز المعمر، وتفضلوا معانا، ويا ريت ما تنسوناش بقى في الاشتراك واللايك، ما تبخلوش علينا يعني، اللايك مش هيعمل حاجه، والاشتراك بعد اذنكم، وتعليق جميل كده زي ايديكم الحلو.